البيتزا السائلة اللي جننت كل المصريين. منه قال هي بيتزا، ومنه ايه هي المقادير؟ ومعلقة صغيرة خميرة، ومعلقة كبيرة زيت، و3 جرام سكر، ومعلقة كبيرة لبن بالمصري يعني زبادي، وكوب طحين، ونص معلقة صغيرة ميه، معلقة كبيرة خميرة عليها معلقة كبيرة سكر، كوباية دقيق، وحط معلقة كبيرة زبادي، معلقة كبيرة زبادي، وحط زيت، وهيقلب حلو كده، قلب كله مع بعضه كويس جدا. لما نشوف دي اللي جننت المصريين يا جماعه. اوكي، يلا نقلب كويس جدا جدا جدا. وهنا بعد ما قلبناها كويس، وبعدين فرن ندهنوها بزيت وطحين منشان البيتزا ما تلزق، وصبوا عليها العجينة السائلة اللي جننت كل المصريين، وتركوها تتخمر بعد ما فردناها نسيبها تتخمر 30 دقيقة. خمرت فكاكيع فكاكيع، وبعدين مكونات الصوص لا اكتب لكم اياهم بالكبش، واللي عم نصب فيها الصوص بالمصري اسمها بزازة. بزازة؟ انا مش هرد عليك، انا ما عنديش البزازة، انا عندي جايبه جبت لسه عادي اصلا. ما بجيش لك تصرف، المفروض ان انا اهو كده مش هفرد. تمام. وبعدين ننزلوا عليها بالجبن وكتروا جبن. بعد كل ده وعايزين نحط جبنه موتزاريلا، بس كان علبه بحوني. تعرفوا ان المصريين بيصرفوا يكلفوا. احط البيبروني، بس احط الاول جبنه موتزاريلا. اوكي، وبعدين انا بقى في الحشو مش هعمل زيه، انا هحط نص الجبنه الموتزاريلا، وبعد كده احط البيبروني، وبعد كده هنزل ببقيه الجبنه الموتزاريلا. بس يا رب بس عشان هي سايحه، لا البيبروني على الوش. تمام. حاسه العجينه زي عجينه الزلابيه، مش عارفه ليه. مش عارفه ده بيبروني ولا سجق مدخل دماغي احتمال. تمام. وبعدين وكتروا جبنه قديش ما بدكم، ودخلوها على الفرن لمده ربع ساعه على درجه حراره 250، وهيك رح تاخذوا اطيب. حطيت البيبروني وهنزل بكميه الجبنه. تمام. بعد كده هدخلها الفرن. بعد كده هدخلها الفرن، وده شكلها قبل ما تدخل الفرن. عايزين بقى نشوفها لما تطلع تبقى زي بالظبط ولا لا. وهنا دخلتها الفرن على درجه حراره عاليه، يعني انا كل ما معاكم مكونات مشغله الفرن. حط الجبنه بعد ما تدخل بوريكم الطريقه. اهي في الفرن، اهي بعد طلعت من الفرن، خدت 10 دقايق بس. هو بيقول 20 دقيقه، بس هي خدت في الفرن 10 دقايق. هنجرب نشوف. هنا طلعت خرطه هدوق معاكم بقى. انا بجد كنت خايفه منها قوي، بس هي بصوا العجينه هشه طريه جدا، جميله جميله. طعمها تحفه تحفه تحفه. تحفه من دوقيني على ابنك. دوق دوق وقول لهم رايك. يلا يا عشان فيديو شغال. تحفه تحفه تحفه، مش سامعه. تحفه تحفه تحفه. باي باي. هي كده بعد ما خلصت دوق يا بوجي.